السلام عليكم. ازيك يا كوتش؟ عامل ايه؟ بقول لحضرتك يا كوتش، انا التمرين اللي قبل اللي فاتت صحيت منها جسمي ولا وجعني ولا بتاع. انا كنت اتمرنت غلط ولا انا ما اتمرنتش كده؟ ازود مجاميع طب يا كوتش ولا اعمل ايه؟ عميل معايا سألني السؤال ده. هو انا فعلا لو ما تعبتش بعد التمرين او خرجت من التمرين جسمي متكسر يبقى انا كده ما اتمرنتش ومحتاج ازود مجاميع؟ ايه سبب اصلا وجع بعد التمرين او الدومز؟ اول حاجه جسمك بيعمل حاجه اسمها ادابتيشن او تاقلم. يعني انت لو لسه بادئ التمرين او راجع بعد فتره كبيره جدا مريح منها هيحصل لك الدومز دي. تاني حاجه ان اختيار التمارين بتاعتك معظمها بيحمل في وضع الاستطاله. تالت حاجه ان الفوليوم بتاعك كبير جدا 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 لدرجه ان انت مدخل جسمك في مرحله ارهاق مش طبيعيه. طيب اعرف منين بقى ان الوجع ده طبيعي او اعرف منين الوجع ده مش طبيعي؟ لو انت شخص بتتمرن بقالك كتير جدا وكل مره بيحصل بشكل منتظم ان انت جسمك بيوجعك بعد التمرين يبقى انت هنا محتاج تراجع الفوليوم بتاعك وعدد المجاميع بتاعتك. انما انا لو شخص لسه جديد بقالي اسبوع في الجيم او مريح بقالي كتير ورجعت انزل جيم وحاسس بالوجع ده فده عادي طبيعي. انت هنا جسمك لسه بيعمل ادابتيشن على الوجع ده. فانا عايزك تسمع جسمك وتتعامل معاه صح. كلمه ان انت لو ما خرجتش من التمرين متكسر يبقى انت كده ما اتمرنتش، دي الكلمه دي مش منطقيه اصلا وملهاش اي اساس من الصحه. اسمع جسمك، اتمرن كويس، نام كويس، كل كويس، وهتلاقي نتيجه جامده باذن الله. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير الفيديو لصاحبك اللي بيقولك انك لو ما اتكسرتش بعد التمرين يبقى انت كده ما اتمرنتش.